القارة القطبية الجنوبية المتجمدة والمعروفة باسم أنتاركتيكا بتعتبر واحدة من قارات العالم السبعة، وبتعتبر كمان هي القارة الأكثر عزلة على الأرض بالنسبة لباقي القارات. وكتير من الناس متصور إن القارة دي مهجورة تماما، مفيهاش غير شوية بطاريق على شوية حيوانات قطبية من اللي بتعيش في الظروف الصعبة دي. وممكن يكون في شوية باحثين أو علماء أو مستكشفين بيسافروا من وقت للتاني بيعملوا شوية أبحاث وبيروحوا. الموضوع أكبر من كده بكتير. القارة القطبية الجنوبية في غاية الأهمية، لدرجة إن في محاولات كتير جدا من أكتر من دولة في العالم إنهم يثبتوا إنها بتاعتهم. لكن يا ترى القارة القطبية الجنوبية فعلا بتاعت مين؟ أهلا بيكم، أنا محمد عاطب. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بتقع القارة القطبية الجنوبية في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وبتقدر مساحتها بحوالي 14 مليون كيلومتر مربع. وعلشان تتخيل قد إيه الرقم ده كبير، فهي تقريبا قد مصر كلها 14 مرة. والقارة محاطة بالمية من كل اتجاه، وعليها سلوك بشكل كبير جدا، بل إن نسبة التلج فيها بتوصل ل 98% من إجمالي المساحة، ما عدا كده جزء صغير في الشمال. والتلج هناك سميك جدا لدرجة إن سمكه ممكن يوصل لكيلو ونص كاملين، بل إنه أحيانا في ظروف الشتاء بيوصل لأكتر من كده. وبتعتبر القارة القطبية هي أبرد مكان على الإطلاق على وجه الأرض، وأبرد درجة حرارة تم تسجيلها قبل كده كانت سنة 1983 في القارة القطبية الجنوبية، وكانت درجة الحرارة يومها 128.5 تحت الصفر. وبيعيش على القارة مجموعة من الحيوانات عددهم بيوصل لحوالي 235 نوع، فيهم مجموعة من الحيوانات الفقارية والحيوانات اللا فقارية، بالإضافة طبعا لأشهر الطيور اللي هناك واللي هي البطريق. ده غير بقى حيوانات بحرية تانية زي الحيتان الزرقاء والحبار والأوركا. لكن بقى لما نيجي نتكلم عن الحياة النباتية، فهنلاقي إن الحياة النباتية هناك منخفضة بشكل كبير. موجودة على القارة مجموعة صغيرة من الفطريات والنباتات، وده طبعا بيرجع بشكل أساسي للجو البارد جدا على القارة، بالإضافة كمان لأنه مفيش رطوبة. التربة التلجية أصلا تربة خصبة لحال المزارعين، لكن بالرغم من كل الصعاب دي وعلى عكس الشائع ما بين الناس، القارة موجود عليها سكان، طبعا عددهم قليل شوية لكن ما زال عليها سكان. إجمالي الأشخاص اللي بيسكنوا القارة بيقدروا بحوالي 5000 إنسان فقط لا غير، بل إن حتى ال 5000 دول مش بيعيشوا عليها بصورة دائمة. لكن هل يا ترى بقى القارة دي بيملكها ال 5000 دول ولا مين اللي بيملكها بالظبط؟ يعني لو احنا بكرة كده اكتشفنا أكبر منجم للذهب أو أكبر بير للبترول في التاريخ، هيبقى بتاع مين؟ رسميا مفيش مؤسسة أو دولة بعينها بيملكوا القارة القطبية الجنوبية، لكن في العالم حوالي 12 دولة بتدعي أحقيتها في امتلاك القارة، أو على الأقل جزء من القارة. الحكاية بدأت في القرن ال19 لما وصلت أول سفينة بحرية لاستكشاف أراضي القارة القطبية الجنوبية. السفينة دي بقى كانت ملك للمملكة المتحدة، ولما وصلوا الأرض أنتاركتيكا رفع عليها العلم البريطاني للمرة الأولى، وبناء عليه المملكة المتحدة هي أول دولة ادعت إن القارة القطبية الجنوبية بتاعتها. لكن بسبب الظروف الجوية الصعبة على أراضي القطب الجنوبي ما تمش بناء أي مستعمرات بشرية، وفضلت الأراضي القطبية الجنوبية غير مملوكة لأي حد باستثناء الادعاء اللي ادعته المملكة المتحدة. وفضل الحال على كده لحد سنة 1900 لما المملكة المتحدة أعلنت رسميا ملكيتها لأجزاء من المنطقة الساحلية للقارة. ومش بس كده، ده كمان رسموا خطوط داخل القطب الجنوبي الجغرافي. فبعد اللي عملته المملكة المتحدة، دول تانية كتير اتشجعت وقالوا نعمل زيهم، ومنهم فرنسا وألمانيا والنرويج وتشيلي والأرجنتين وغيرهم. وبرغم إن القارة القطبية بعيدة تماما عن الصراع والحروب والمنطقة اللي فيها ناس، إلا إنها بقت نقطة محورية في فترة الحرب العالمية التانية. والموضوع ده بدأ لما سفينة ألمانية أبحرت ناحية القارة القطبية الجنوبية سنة 1941، وخطفت 8 سفن نرويجية تانية كانوا في رحلة لصيد الحيتان، واستولوا على معظم الحاجات اللي كانت موجودة على السفن دي، واللي بتقدر بحوالي 20,000 طن من زيت الحيتان، واللي كان ليه استخدامات كتيرة جدا. أهمها في الوقت ده إنه كان بيستخدم في صناعة المتفجرات، وبسبب ظروف الحرب العالمية التانية الزيت ده كان نادر وغالي جدا وقتها. ومع الوقت بدأت تنتشر شائعات إن في سفن ألمانية عاملة دوريات في مياه المحيط الجنوبي للقارة، بالإضافة كمان لأنها بتخطط إنها تستولي على القارة القطبية كلها. وده اللي خلى دول تانية كتير في العالم تبدأ تخاف من الاستخدام الغلط للقارة القطبية الجنوبية، أو إن الألمان يستخدموها كمكان لتجربة الأسلحة والأغراض العسكرية أو تجربة القنابل النووية. في الوقت ده استغل تشيلي والأرجنتين إن المملكة المتحدة مشغولة في الحرب، وراحوا للأجزاء اللي كانت المملكة ادعت إنها ملكها ورسموها
قسموها وضموا الأجزاء دي ليهم. بعدها اتفقت المملكة المتحدة مع الاتحاد السوفيتي في عام المعاهدة سنة 1959، واللي تم تسميتها بمعاهدة القارة القطبية الجنوبية. والمعاهدة دي واللي اجتمع فيها عدد كبير من الدول كانت بتنص على إنه من مصلحة البشر إن القارة القطبية الجنوبية بيقتصر استخدامها في الأغراض السلمية وبس، وما يتعملش عليها أي صراع دولي، وما يبقاش فيها أي قوة عسكرية لأي دولة. بالإضافة كمان إنه ما يتعملش على أرضها أي تعديل، وكمان ما يتعملش عليها تجارب نووية ولا قنابل سرية. وده معناه إن القارة القطبية الجنوبية هتبقى مستخدمة في الأبحاث والتجارب العلمية السلمية وبس، وكل دولة تقدر تبعت بعثات علمية من عندها. الشرط الوحيد هو الحفاظ على نظافة القارة، وإن مفيش دولة تسيب أي مخلفات أو حاجة تلوثها لما يمشوا. وبعد المعاهدة بعض الدول بدأت تبني محطات بحثية على الأراضي اللي بتدعي ملكيتها. ومش بس كده، إن في دول تانية ما كانتش في المعاهدة أساسا وبنوا برضو معاهد بحثية على أرض القارة القطبية، وبدأوا يبعثوا لها بعثات علمية باستمرار زي الصين مثلا. وفي النهاية أصبحت القارة القطبية الجنوبية بيحكمها مجموعة تحالف من الدول اللي وقعت على معاهدة القطب الجنوبي، واللي عددهم بيوصل لحوالي 54 دولة. وبينقسموا المجموعتين، مجموعة استشارية ودول عددهم 29 دولة، ودول اللي بيعملوا الأبحاث العلمية على أرض القارة، وليهم الحق في المشاركة في الاجتماعات، وكمان ليهم الحق في اتخاذ القرارات اللي بتتعمل. وأما المجموعة التانية الغير استشارية ودول بقى عددهم 25 دولة، ودول ملهمش أي برامج بحثية أو علمية على أراضي القارة، لكن ليهم الحق إنهم يحضروا الاجتماعات الاستشارية. لكن اللي بيفرقهم عن المجموعة الاستشارية إنه ملهمش الحق في صناعة أو اتخاذ القرار. وده هيودينا على سؤال تاني، ليه كل الصراع ده على القارة القطبية بالرغم من إن المعاهدة اللي اتعملت سنة 59 واضحة وصريحة، ومن ضمن شروطها إن ما يبقاش فيه أي صراع على القارة القطبية الجنوبية، إلا إن الرغبة الخفية لعدد كبير من الدول في السيطرة عليها ما زالت موجودة. وده ببساطة بسبب توافر مصادر طبيعية كتير، وممكن العالم يبقى عنده احتياط مهول من النفط لو تم استخدام القارة القطبية بشكل صحيح. بالإضافة كمان إن القارة القطبية موجودة عليها حوالي 70% من المياه العذبة في العالم، ده غير إنها بتعتبر المكان الأمثل على وجه الأرض لإقامة معامل وتجارب بحثية. ضيف على كده إن أرضها غنية جدا بالموارد والمعادن الطبيعية، ودي كلها حاجات تخلي القارة مطمع لأي دولة، وبيبصولها دايما على إنها كنز مقفول مليان بالثروات، محتاج بس اللي يفتحه ويقلب جواه. وعلشان كده هيفضل الصراع قائم لحد ما في يوم من الأيام القارة القطبية الجنوبية هتتقسم، وكل دولة هيبقى لها جزء بتاعها. بس كده خلصنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش تقولوا لي في التعليقات حابين الحلقة الجاية تكون عن ايه.